هلو يا حلوين، تعالوا النهارده نطبخ مع بعض اكل المطاعم هنعمله في البيت. اكتر اكله بحبها وهي الفراخ بصوص الليمون، ودي كنت بجيبها من اي مكان، بتكون غاليه قوي في اي مطعم، فانا قررت ان انا اعملها في البيت وبقيت اعملها حلو جدا جدا. تعالوا اقول لكم على طريقتها السهله. ده نص كيلو بانيه، انا بحب قوي نقعه في ميه بخل بليمون علشان ينضف كويس، وبعد كده بسيبه شويه علشان يكون نضيف، وبتبله بس بالملح والفلفل، مش اكتر من كده. هتتبليه بالملح والفلفل وتسيبيه لمدة ساعة في التتبيلة البسيطة دي، مش اكتر من الملح والفلفل بس. وبعد كده بعد ساعة بجيب الحلة بتاعتي او طاسة كبيرة وبحط فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، تمام، ونبدأ ننزل الفراخ المتبلة دي علشان تاخد لون كده، وتبقى يعني بدأت كده تستوي سوا بسيط، يعني اهو زي ما انتم شايفين كده هتاخد لون بسيط. ونبدأ نقلبها الجنب ده والجنب ده، ونعمل بقى كده الكمية كلها ورا بعضها، تمام. وبعد لما هنخلصها هيكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد لما اخلص الكمية كلها بتاخد لون كده ذهبي، وبسيبها على جنب. ويلا في نفس الطاسة او في نفس الحلة اللي عملنا فيها دي هنسيب الزيت والسمنة دول مع بعض، هنرجع لهم تاني. هنجيب بقى بصلة متوسطة و3 فصوص ثوم ونضربهم كويس مع بعض، وبعدين هناخدهم وننزل في الزيت والسمنة اللي مع بعض، الميكس اللي كنا عاملين فيه الفراخ ده، وننزل فيه الفراخ. وهنبدا ان احنا نصفر البصلايه مع الثوم، وهتبدا بقى الروايح تطلع. عايز اقول لكم الاكله دي انا بموت فيها وطعمها حلو قوي قوي قوي. بعد كده بعد ما خلصت اصفرت شويه هننزل بمعلقتين دقيق كبار. انا هنا عارفه المعيار بتاعي عشان متعوده اعمل الاكله باستمرار، فهم معلقتين دقيق كبار. وبعد كده هننزل بكوبايه شوربه كبيره، لو عندك شوربه اوكي، لو ما عندكيش شوربه هناخد مكعب مرقه وهننزل نعمله شوربه، تمام. اهو خلاص كده حطينا الشوربه بتاعتنا كوبايه كبيره، وهنقلب وبعد كده هنحط نص كوبايه لبن علشان الصوص بتاع الليمون بقى يبقى حاجه كده قمر. وبعدين بقى اهم حاجه وهي ان احنا نحط 3 ليمونات او 4 ليمونات كبار، نعصرهم كده في حاجه ونحطهم بقى على ميكس الصوص اللي احنا عملناه ده. زي ما انتم شايفين حطيت الليمون اهو في الصوص، وهسيبه ياخد غلوه كده على ما يبدا كده يعمل بق 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 بق، مش عارفه اسمها ايه. وبعد كده هنزل بالفراخ، وبعد كده هسيب الفراخ مش وقت طويل خالص، يعني هنقول 5 دقايق او 10 دقايق كده، تاخد غلوه برده مع الصوص ده زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص كده الفراخ بقت جاهزه عندك. احلى فراخ بصوص الليمون، احلى من اي مطعم هتاكلي فيه الفراخ اللي بنجيب الطبق كبير كده وبيبقى غالي. بحب بقى اعمل معاها رز بشعريه، وبحب كمان اعمل خضار سوتيه كده، فكنت حبيت بقى اعمل الخضار. وده كان الشكل النهائي، وبجد هتتبسطوا قوي من طريقه الفراخ بصوص الليمون دي، وطعمها هيكون احلى من بتاعه بره بكتير. وبيكون الميكس ده مع الخضار السوتيه بيبقى حلو جدا. عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الاكله، وجربوها، وبعد ما تجربوها تقولوا لي ان هي عجبتكم ولا لا. باي باي.